إني والله لأستحي من أمني وهم خائفون، وأستحي من صحتي وهم يتألمون، وأستحي من شبعي وهم جائعون. عذرا أهل غزة، تقطعت بنا السبل إلا من الدعاء، فاللهم آمن روعاتهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم وأمدهم بجند من عندك وثبت الأرض تحت أقدامهم. وصفة اليوم: أطيب أكلة بالعالم، المسخن الفلسطيني بالدجاج وخبز الطابون. وعشان نطبخ أطيب مسخن لازم يكون زيت الزيتون ممتاز جدا، والسماق فلسطيني أصلي لونه بني غامق. والله الله على السماق الفلسطيني. أولا نضع الدجاج على النار ونسلقه لحد خروج الزفرة منه، ثم نغسله جيدا، وبعدها نضعه بالقدر ونضيف عليه بصل وثوم وماء ونسلقه نصف استواء. وفي زبدية نخلط ثوم مهروس وعصير ليمونة والسماق الخرافي وملح وبهارات مشكلة وقليل من مرقة الدجاج. وعيوننا عليك وبيوتنا خنادق وارواحنا تفديك. فلسطين عربي عربية يبقونا والقضية العربية يا مصر الرسول لن تبقى. ثم نخرج الدجاج ونضعه في صينية فرن وندهنه بالخليط ونضيف عليه زيت زيتون وعلى الفرن لمدة ساعة. شهدانا قوافل وعظمنا جبال، لا نركع لسافل لنهاب اعتقال. فلسطين عربي عربية تمشكونا والقاضي العربية. في قلب الجنين مكتوبة فلسطين مرفوع الجنين. ثم نقطع كمية كبيرة من البصل إلى مكعبات صغيرة. ونقليه في زيت الزيتون لحين ما يصبح شفاف. ونطفي النار عليه ونضيف عليه سماق وملح وبهارات مشكلة. لن تبقي مغصوبة ولن نرضى بحلول إلا بقدس العروبة. عربية عربية فلسطين عربية. وبنفس زيت قلي البصل نقلي لوز وصنوبر. وعظمنا جبال لا نركع لسافل لنهاب اعتقال. فلسطين عربي. وفي صينية نضع خبز الطابون ونسقيه بمرقة الدجاج، وفوقها البصل واللوز المقلي والصنوبر والدجاج ورشة سماق. مكتوبة فلسطين مرفوع الجبين بطن أمه شهيد. فلسطين عربي عربية يبقونا والقاضي العربية. في صدورنا البنادق وعيوننا عليك وبيوتنا خنادق وارواحنا تفديك. فلسطين عربي عربية يبقونا والقاضي العربية يا مصر الرسول. نأتي الآن إلى الطبقة الثانية، نقوم بعمل نفس الطريقة. إلا بقدس العروبة. عربية عربية فلسطين عربية العربية. شهدانا قوافل وعظمنا جبال لا نركع لسافل لنهاب اعتقال. فلسطين عربي عربية تمشكونا والقاضي العربي. والآن نأتي إلى اللقمة الجبارة. نأخذ من الخبز المسقسق والبصل والصنوبر
والدجاج ونلحقهم بلبن زبادي. بطن أمه شهيد. وآخر شيء لازم نشكر أهل فلسطين على هذه الأكلة الرائعة. العربية في صدورنا البنادق وعيوننا عليك وبيوتنا خنادق وارواحنا تفديك